يعني ايه يا جماعة؟ علي معلول مش في الأهلي؟ يعني ايه؟ حد يرد عليا، يعني ايه علي معلول مش في الأهلي؟ هنشوف الأهلي ازاي من غير علي معلول؟ هنغني لمين دلوقتي؟ يا هننا يا سعدنا. الراجل ده يا جدعان يعني المفروض لو هو في نادي تاني اقسم بالله يتعمل له تمثال. الراجل ده يتعمل له تمثال. يعني حرام الطريقة اللي مشي بيها دي. يعني حرام الإدارة تمشيه بالطريقة دي. مش علي معلول خالص اللي يمشي بالطريقة دي. كده الإدارة بتدوس على حاجة اسمها انتماء. يعني كده الإدارة بتدوس لك على حاجة اسمها انتماء. يعني كده ما نزعلش بعد كده لما اي لاعب يمشي من الاهلي. ما خلاص ما فيش انتماء اصلا. كده الاداره بتدوس على الانتماء بالجزمه. الراجل ده لو في اي نادي تاني يتعمل له تمثال، احنا المفروض نعمل له تمثال في التتش اصلا. انا اقسم بالله ما زعلت الزعل ده من ساعه ابو تريكه. من ساعه ما ابو تريكه مشي انا ما زعلتش الزعل ده خالص على اي لاعب. الراجل ده يا جدعان يعني الراجل ده رفض كل حاجه عشان الاهلي. رفض كل حاجه عشان الاهلي. الراجل ده رفض عروض جات له. عروض خليجيه جات له عروض بفلوس قد كده. كل مره كان يشتري فيها الاهلي ويشتري جمهوره. ومع اول مشكله الاهلي باعه. مش الطريقه ديت خالص اللي يمشي بيها علي معلول، يعني مش الطريقه ديت اللي احنا نمشي على علي معلول خالص. انا والله طالع ما اعرف اقول ايه الاداره دي، يعني انا زهقت. انا اقسم بالله لو هتجيب لي ميسي وتقول لي ميسي ولا علي معلول هقول لك علي معلول. انا مش عارف يعني. مش علي يا جدعان خالص اللي يمشي بالطريقه دي، مش علي اللي يمشي بالطريقه دي خالص. يوم حزين اصلا، يعني يوم يعني قال لك تريزيجيه تعاقدنا معاه 5 سنين، اقسم بالله ما فرحت. يعني ما فرحتش باي صفقه. انت لو جبت لي ميسي في الوقت ده مش هفرح اصلا يعني. لكن ما تقوليش علي معلول يمشي، يعني انا مش متخيل اصلا الاهلي من غير علي معلول. يعني ده ربنا كان مصبرنا ومصبر الجمهور شويه اللي كان مصابهم دول. اقسم بالله اداره فاشله وفشل، يعني فشل ذريع. الواحد تعب اصلا وزهق من الاداره ديت اصلا. يا عم مشيها عطية الله يا اخي. لكن ما تمشيليش علي معلول. انت عايز تجيب لاعب، ما تجيبليش لاعب باك شمال يعني. عندك علي معلول باك شمال. روح هات اي لاعب تاني بقى محترف يعني، او مهاجم او خط دفاع اي زفت يا اخي. ما تجيبليش باك شمال يا اخي بالقرف اللي احنا فيه ده. بس والله